الايفون 11 بقاله 4 سنين نازل، يعني بقاله 4 سنين في السوق. فهل بعد 4 سنين لسه بيقدم قيمة كويسة مقابل السعر اللي هو بيقدمه، كمان مقابل ان هو بقاله 4 سنين في السوق؟ فالمفروض ان الجهاز قديم شوية. فده اللي هنعرفه في الفيديو، وهنعرف الجهاز ده يستاهل انك تشتريه دلوقتي ولا لا. وكمان احنا خلاص داخلين على 2024، فخلينا نشوف مع بعض. ولكن قبل ما نبدا بس تعمل لايك الفيديو، كمان انزل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم عارفين ان الايفون 11 نزل في 2019، واحنا دلوقتي خلاص داخلين في 2024. فزي ما قلت لك الجهاز بقاله 4 سنين، ولكن بقى الجهاز ده من اكتر الاجهزه اللي ابل باعتها. الجهاز ده اتباع منه كتير جدا، ولحد وقتنا هذا ناس كتير قوي 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 بتخش تسالني عن الايفون 11 يستاهل ان اشتريه ولا لا، وعلى الايفون 11 جهاز محترم، جهاز اقدر اعتمد عليه في الوقت الحالي ولا لا. وعشان نعرف الجهاز ده يستاهل انك تشتريه ولا لا دلوقتي، خلينا نبدا اول حاجه بالتصميم. الايفون 11 بيجي بتصميم زجاجي بالكامل، بالكاميرتين الشهيرتين بتوع ابل اللي معظم الناس اتجهت للجهاز ده ساعتها بسبب شكل الكاميرتين دول. ولكن هل الكاميرتين دول كتصميم دلوقتي ماشي مع الوقت الحالي ولا التصميم قديم؟ بصراحة التصميم حتى الآن يعتمد عليه تصميم بريميوم، تصميم شيك، وكمان مع الحواف في الألمونيوم المط اللي بتدي شكل شيك قوي للجهاز. ولما طبعا تبص على شاشة الجهاز هتلاقي النوتش، هتلاقي التصميم المعتاد من اول الايفون اكس لحد الايفون 13. فالتصميم ده كلنا معتادين عليه. تصميم برضو مش قديم، لان ال 13 برو وال 13 برو ماكس وسلسله ال 13 كلها بتيجي بنوتش، حتى ال 14 بلس وال 14 العادي بيجوا برضو بالنوتش. فبالنسبه لي التصميم ده مش قديم خالص. يمكن الحواف في التخينه شويه هي اللي تحسها مشكلة او تحسها ان هي قديمة شوية، ولكن غير كده تصميم بريميوم، تصميم يعتمد عليه، تصميم وانت ماسكه في ايدك الناس عارفة ان انت ماسك الايفون 11، عارفة ان انت ماسك جهاز حلو، جهاز بريميوم. كمان اللي بيميز ديزاين الجهاز هنا مسكته مريحة قوي في الايد. الجهاز كمان وزنه 194 جرام، يعني وزن مثالي من الدرجة الاولى. الجهاز ده كمان بيجي مقاوم للمياه والغبار بمعيار اي بي 68، وده معيار قوي جدا لان لحد دلوقتي الاجهزه ال 15 وال 15 برو بيجوا بنفس المعيار، طبعا مع اختلاف الدبس اللي الموبايل يقدر ينزل له والوقت، ولكن هو يعتبر نفس المعيار ومعيار قوي فيعتمد عليه اعتماد مباشر. فبصراحة التصميم لا غبار عليه، تقدر تستخدمه في 2024 و 2025. الجهاز محترم. ولكن بقى الحاجة اللي بتضايقني من الجهاز ده وكل ما اتكلم عنها واقولها وهي الشاشه. طبعا انا مش هقعد اتكلم عن مواصفات الشاشه واقول لكم الشاشه كذا والشاشه كذا، لا انا هقول لكم على التجربه. الشاشه طبعا هي اي بي اس ال سي دي. الشاشه هنا بتيجي بحجم 6.1 انش، وكثافه البكسلات هنا سيئه، 326 بكسل لكل انش. انا بقولها لكم للتذكير، انا قلت مش هتكلم في المواصفات، ولكن لازم اذكركم ان فعلا ارقام الشاشه هنا ما كانتش افضل حاجه. فهل بقى الشاشة هنا يستاهل انك تشتريها دلوقتي وتستخدمها ولا لا؟ بص، الشاشة اي بي اس ولكن هي مستخدمة، مش شاشة ان هي سيئة ان انت ما تقدرش تستخدمها، ان هي وحشة قوي، ان هي مضايقاك. لا، هي مقارنة باي شاشة اوليد طبعا شاشة سيئة، ولكن لو قارنتها باي شاشة اي بي اس فهي التوب في الاي بي اس. فزي ما بقول لك كده هي معقدة شوية. الشاشة حلوة ولكن مش حلوه قوي، مش لا تقارن مع الاوليد، لا تقارن مع شاشات الاكس دي ار ولا شاشات اوليد سامسونج ولا اي شاشه اوليد في العالم. بصراحه الاي بي اس هي اكتر حاجه سيئه في الجهاز واكتر حاجه بتضايقني. كمان كثافه البكسلات 326 بكسل لكل انش زي ما قلت لك، فكثافه البكسلات ضعيفه، فالشاشه هنا مش اكتر حاجه شارب ممكن تاخدها. بصراحه لو كثافه البكسلات كانت اعلى من 400 كنت ممكن اقول لك ان الجهاز ده ينفع تشتريه دلوقتي عادي جدا. ولكن لو انت من الناس اللي مهتمه بالشاشه فتجربه مشاهده المحتوى هنا مش ألذ حاجه، حلوه ولكن مش ألذ حاجه. لو حد قاعد جنبك بموبايل في شاشه اوليد انت هتبقى متضايق ان انت ماسك موبايل حاسس ان هو اقل من الجهاز اللي قاعد جنبك، حتى لو جهاز فئه متوسطه او حتى فئه اقتصاديه، مادام بيجي بشاشه اوليد هتلاقيها احلى من الشاشه هنا. فبصراحه دي عيب كبير جدا في الجهاز وعيب
انا دايما بسبب العيب ده ما كنتش برشح الجهاز ان حد يشتريه. هي مبدئيا كده زي ما قلت لك الشاشه لا تليق خالص ب 2023 ولا حتى 2024 ولا حتى 2022 السنه اللي فاتت، فبصراحه الشاشه سيئه. طب هل الاداء هنا يشفع للجهاز ويخليني اروح اشتريه؟ المعالج هنا كان بيجي معالج الاي 13 بايونيك، معالج بتقنيه ال7 نانومتر بلس. المعالج بصراحه بيقدم تجربه مميزه، ولحد دلوقتي المعالج شغال بروفيشنال وشغال على اكمل وجه. طبعا الالعاب بعد ما اتحدثت انت ما بتقدرش تلعب على اعلى اعدادات لكل الالعاب او الالعاب التقيله، ولكن بتلعب على اعدادات عاليه جدا مقارنه بسعر الجهاز. والجهاز هنا كان بيجي برامات 4 جيجا بايت رامات مش افضل حاجه تماما، ولكن هي هتأدي معاك الغرض. ولكن معظم التطبيقات هتلاقيها بتقفل في الخلفية في وقت اقل من الاجهزة اللي موجودة دلوقتي الفلاجشيب او حتى الفلاجشيب كيلر. بصراحة الرامات هنا قليلة في حتة تطبيقات ان انت تسيبها شغالة في الخلفية، لا التطبيقات بتقفل في الخلفية. قليل لما بتلاقي تطبيقين 3 ممكن يكونوا شغالين في الخلفية وما يفصلوش منك. فمن الاخر كده المعالج يليق عادي جدا في الفئة السعرية دي. طب خلينا دلوقتي نتكلم عن الكاميرات. هل الكاميرات لسه بتقدم تجربة حلوة زي اللي احنا شفناها اول ما الجهاز ده نزل؟ طبعا مقارنة الاجهزة كلها اللي حواليه كان بيقدم تجربة كاميرات روعة، ولكن دلوقتي هل الموضوع اختلف ولا لسه محافظ على كونه اقوى موبايل في التصوير في الفئة السعرية بتاعته؟ للاسف الوضع دلوقتي اختلف شوية. طبعا الجهاز بيجي بكاميرتين زي ما انتم عارفين، كاميرا اساسية وكاميرا الترايد وال 12 ميجا بكسل، والاثنين 12 ميجا بكسل. تجربة التصوير من الجهاز ده حلوة ويعتمد عليها جدا، ولكن في الفئة السعرية زي ما قلت لك عندك ال 54 هيقدم لك تجربة كاميرات احلى من الجهاز ده. هيقدم لك تجربة كاميرات بصراحة انا شايفها احلى في كل حاجة. الكاميرا الاساسية احلى، الكاميرا الالترايد احلى، وكمان تقدر تاخد صور يعني في جميع ظروف الاضاءة احلى في الاي 54. فانا بالنسبه لي الكاميرات هنا لو انت مش مهتم بالتصوير لاقصى درجه كصور، انا لسه بتكلم ده كله على الصور ما جيتش اتكلمت على الفيديو، فلو انت مش مهتم بتصوير الصور لاعلى حاجه او لاقصى درجه فساعتها الجهاز ده هيبقى ممتاز بالنسبه لك لو انت مش مهتم قوي بالتصوير. ولو انت بتحب الصور اللي هي ايه، صوره شخصيه الكلام ده كله، ده هينفع معاك، الموبايل ده حلو معاك. ولكن لو انت مهووس بالتصوير فبلاش الجهاز ده دلوقتي. ولكن بقى لو انت من الناس اللي كنت كرييتور او بتعمل فيديوهات على تيك توك او بتعمل فيديوهات على يوتيوب او بتعمل اي محتوى على السوشيال ميديا، الجهاز ده ينفع معاك ولا ما ينفعش؟ بكل بساطة وإجابة هتاخدها من أي حد، افضل جهاز في الفئه السعريه بتاعته بيصور فيديو بكواليتي عاليه هو الايفون 11. الايفون 11 ممتاز في تصوير الفيديو. من الاخر كده هتاخد تجربه تصوير فيديو بروفيشنال من جهاز ب 16 او 17 الف جنيه، وطبعا قصاده في اجهزه تانية بتصور 4K زي الاي 54، ولكن مستحيل يديك الكواليتي اللي بتطلع من الايفون 11. فعلا تقدر تعتمد اعتماد كلي على الايفون 11 في صناعه المحتوى بتاعك. ولكن خليني انوه لنقطة بسيطة، ان الايفون هنا ما بيصورش نايت مود غير في الكاميرا الاساسية بس، الكاميرا الالترايد ما بتصورش نايت مود. فانت من الاخر في التصوير الليلي مش هتاخد افضل تجربة من الجهاز ده، ولكن كتصوير فيديو هو ده افضل جهاز هتاخد منه تجربة في الفئة السعرية دي. بالنسبة للكاميرا الامامية، هل الكاميرا الامامية بتقدم تجربة كويسة ولا لا؟ الكاميرا الأمامية ما زالت حتى الآن بتقدم تجربة معتدلة، تجربة كويسة، مش أفضل حاجة، مش رقم واحد في الفئة السعرية بتاعته. ال 54 بيقدم تجربة أحلى شوية، أو ممكن أقول في نفس الرينج، لأن بصراحة أنا بحب تون البشرة بتاعة الايفون 11 والايفونات عموما. بحب التون او اللوك بتاع البشرة، بيطلع البشرة شكلها احلى شوية من اجهزة سامسونج والاجهزة الاندرويد. وبرضه هتاخد نفس تجربة الفيديو الاحترافية من الكاميرا الامامية لانها بتصور 4K لحد 60 فريم في الثانية، وهتاخد تجربة خرافية في تصوير الفيديو من الجهاز ده. فمن الاخر كده لو انت كنت كريتور فالجهاز ده ينفع معاك في 2023 و 2024 مستريح جدا لحد 2026 كمان. بصراحة جهاز محترم في تصوير الفيديو. نيجي لاخر نقطة وهي البطارية. هل البطارية تصلح في 2024 و 2023 ولا لا تصلح؟ لا، البطارية تصلح وتصلح كويس، لان البطاريه هنا 3110 ملي امبير. انت طبعا هتشوف الرقم تقول ايه الرقم الغريب ده وايه الرقم القليل ده، ولكن الجهاز هنا
هيكمل معاك اليوم لو انت استخدامك في المتوسط، وفي الحنين هيكمل معاك اليوم عادي جدا. لو استخدامك تقيل قوي ممكن بعد نص اليوم 3/4 اليوم تبدأ تشحن الجهاز، ولكن كتجربة بطارية في الفئة بتاعته متوسطة، مش افضل حاجة طبعا، في اجهزة كتير احسن منه في البطارية، ولكن كتجربة في ايفون طبعا تستاهل. فانا بصراحة خلينا اتكلم في نقطة بقى، انت دلوقتي اصلا عايز اي جهاز في العموم في الفئة السعرية دي، ولا انت عايز تروح لايفون؟ طب كملخص بقى للكلام اللي انا قلته ده، الجهاز يستاهل انك تشتريه دلوقتي ولا ما يستاهلش؟ يستاهل زي ما قلت لك في حالة واحدة، او مش في حالة واحدة، يعني يستاهل لو انت مش مهتم بالشاشة. غير كده لو انت مهتم بالشاشة ابعد عن الجهاز ده. بصراحة الشاشة مش هتعجبك لو انت متعود على شاشات الاوليد، او لو انت حابب ان انت تاخد تجربة مشاهدة محتوى افضل حاجة واحسن شاشة والكلام ده كله، مش هتلاقيها في الجهاز هنا. وخليني اقول لك ان الجهاز ده ممكن كمان سنة يبقى لا يستحق الشراء، لسه الله اعلم، ولكن انا دلوقتي شايف ان الجهاز ينفع تشتريه، ومن افضل الاجهزه اللي ينفع تشتريها في الفئه السعريه دي. ولكن زي ما قلت لك لو انت عايز افضل تجربه تصوير هتروح للاي 54، تجربه التصوير احلى من هنا كصور، لكن فيديو ايفون 11 نمبر 1. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب لحين القناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. ولينك الانستجرام عندك في الكومنت، لو عندك اي استفسار كلمني هناك. وما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير.